جميعنا سمع عن تلك الجريمة المروعة التي هزت مواقع التواصل وهزت قلوبنا، لرجل قتل زوجته وأولاده ثم انتحر، وقد قام بنشر مقطع فيديو له على صفحته قبل الجريمة يبين فيه أن هذا الفعل بسبب قلة التوفيق وبسبب الفقر الشديد، فهو قد نزح أثناء الحرب من سوريا إلى تركيا ويعمل من الصباح حتى المساء، ولكن حالته سيئة جدا، ولكنه يعاني من الفقر الشديد وقلة التوفيق على حد قوله، فأراد أن ينهي حياته وحياة عائلته فقتلهم وانتحر. إنا لله وإنا إليه راجعون. بتنا نسمع في الآونة الأخيرة كثيرا من حالات الانتحار، هذا بسبب الفقر وذاك بسبب بلاء أصابه وتلك بسبب زوجها، وهكذا، والله المستعان. مسلم يفعل هذا، مؤمن يصل به الحال إلى هكذا حال، يتوجه إلى الشيطان لحل مشكلته. نعم، هو توجه إلى الشيطان ليحل مشكلته، وهل حلها؟ لا والله، بل أخذ بيده ليقذفه في نار جهنم. هل تخلص من المشكلة بالانتحار؟ فالمنتحر والقاتل في نار جهنم. نعم، هو بظنه أنه خرج من مشكلة، لكن سقط في مشكلة أكبر وأعظم، وهذا كله عباد الله بسبب قلة الإيمان، بسبب ضعف الإيمان. نعم، المؤمن يعلم الحكمة من خلقه في هذه الدنيا، هو مخلوق للعبادة وهو في دار امتحان، سيصيبنا البلاء حتما، الكل سيبتلى. قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الكل سيبتلى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن البلاء حاصل، لكن لا ندري كيف يأتي البلاء. هل يأتي في الولد؟ هل يأتي في المال؟ هل يأتي في الصحة؟ هل يأتي في الزوج أو الزوجة؟ لا ندري. فالمؤمن يعلم الحكمة، فلذلك يصبر، والله تبارك وتعالى وعد من صبر واحتسب بالجزاء العظيم. قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.